السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام وين ما كنتوا تكونون، مساكم الله بالخير أو صبحكم الله بالخير، كلنا على وقته. فيديو اليوم فيديو بسيط جدا، حبيت إني أشارككم هذا الفيديو. أنا بصراحة اشتريت مثل ما تقولون دول جديد حق الأواني يعني في البيت. لأن صراحة أنا عندي مشكلة في إيدي وما أقدر أستخدم الأشياء الاعتيادية، إني أفرك ولا أدعك على قولتهم الجدر يعني صراحة، أو الحلة مثل ما تسمونها أو أي شيء. هذا عندي أنا الجدر قديم من زمان ما استخدمته، بس بما إني اشتريت هذا الدول الجديد أبي أستخدمه عليها وبجرب بشوف إذا كان فعاليته زينة ولا لا. إحنا وياكم الحين بنبلش إن إحنا نستخدم الدواء عليه. هو عبارة عن معجون مثل المعجون، مجرد انك بس يعني تحط على الحلة شوية ماي وتنشفه، وبعدين تبدأ تدهن المكان. خلينا نجرب الحين. أنا صراحة هذا أول مرة أجربها ومعاكم، يعني ما جربت قبل هالمرة. هو أنا جربت قبل هالمرة بس مو على هذه الأشياء، جربته على الأسطح. يعني مثلا نظفت، بما أن إحنا في شهر رمضان، كل عام وأنتم بخير. في عندي أماكن فيها دهون فوق الطباخ، يعني الفرن والحيط، يعني ممكن تستخدمها. فأنا استخدمته فيه صراحة كان رائع ونظف لي. بس على الجدورة أول مرة صراحة، يعني على الأواني، على الإناء يعني أول مرة. أول مرة استخدم، عفوا. فالحين بنجرب وبنستخدم، بوريكم وتعطونا كم بالمية يعني تنظيفه. مثل ما قلت لكم أنا استخدمت على الأسطح وعلى الأشياء، كان صراحة يعني هذا. بس على الجدورة يعني وشغلات الطبخ هذه أول مرة. وأنا جبت هذا القدر القديم، يعني بما معناه إنه عشان هذا القدر قديم يعني من زمان وممكن أستخدمه، لأنه هو يعني تعبان جدا يعني شكله. فخلينا نجرب فيه ونشوف النتيجة، لأن باقي الأشياء ما فيهم يعني شغلات صعبة مثل هذا. فخلينا نجرب ونشوف. أنا حطيت دهنته عادي، رشيته شوية ماي وبعدين دهنته في المعجون، واتركيه لغاية ما ينشف، لغاية ما ينشف وبعدين تغسلينه. هذه أول وجه. صراحة للأمانة أنا ما خليته يطول كثير أول مرة وغسلته، بعدين رجعت ثاني مرة وقمت بغسلة ثانية، يعني دهنته ورجعت غسلته، يعني عملته 3 مرات وهذه النتيجة. فما أدري انتو ايش رأيكم، يعني ايش كثر تعطونا يعني بالمية. بصراحة أنا أعطيه يعني 8%. ليش؟ أنا أقول لكم ليش. لأن انتو يعني صح تشوفون التصوير، بس انتو ما تعرفون ايش كثر كان عليه من بقع وزيوت وشغلات. فلو كان يعني الجدر ما كان فيه يعني نسبة يعني من الحروق والدهون بسيطة، كان لا لمعه وخلاه أحلى شيء يعني، وأعطيه 10/10. بس لأنه أصلا هو الجدر هذا قديم جدا، فيعتبر أن هذا يعني الدواء إنه قديم ومستخدمينه كثير وعليه تراكمات كثيرة، فيعتبر هذا جيد صراحة. فأنتوا بس قولوا لنا ايش كثر تعطونا بالمية، ويلا نخليكم ونقول لكم مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.